اهلا بيكم في فيديو النهارده هنعمل انا وانت خطه بلان خطوه بخطوه ازاي احنا هنخس 20 كيلو سوا. اللي عامل لي فولو على انستجرام عارف ان انا بدات الدايت بتاعي من مفيش، وقررت ان انا مادام كل مره بقول لك ازاي تعمل دايت، ازاي انا خسيت 20 كيلو، ازاي مثلا ما بلعبش كارديو، ازاي قلت لا، المره دي هنبدا من الاول. انا لسه هو في البدايه خالص، لسه الميزان ما اتحركش، لسه ما عملتش اي حاجه. هاخدكوا خطوه بخطوه. هنقسم الفيديو 3 حتت، حته ليها علاقه بالاكل، حته ليها علاقه بالكارديو او المش كارديو، واخر حاجه خالص هيبقى التمرين. وهوريكم ازاي هنحط الخطه سوا وهنمشي عليها، علشان ده مش هيبقى دايت من الدايتس اللي هي العنيفه او اللي هو الهدف منه ان انا نازل مسرح او ده هيبقى حاجه معانا وقت براحتنا، حاجه سهله تقدر تسستينت على المدى البعيد. بس قبل ما ادخل في فيديو النهارده، انا قدام الجيم. النهارده عندي رجل، اليوم المفضل للقتلى المتسلسلين، الناس اللي في طفولتهم ما كانش في حد بيحبهم كفايه. هي دي الناس اللي بتكبر بتحب يوم الرجل. بس هصوره وهحطه هنا كده، هكتب التمرينه كلها في حته، فانت تاخدها سكرين شوت لو مش عايز تتفرج على التمرينه كامله. بس انا خلال التمرينه هحط شويه حاجات يعني معينه انا بعملها. ودلوقتي يلا ندخل الجيم. اهلا بيكم في تمرينة الرجل. هدخل في التمرين على طول. اول حركه لعبتها اللي هو الكومباوند، الحركه اللي اخترتها للنهارده، ودي الحركه اللي انا لعبتها اغلب البالك كنت مركز عليها، الهيب ثراست. عايز الفت نظركم ان انا المجاميع اللي انا بلعبها دلوقتي دي، اللي هي سواء البلاطه او التلاته، دول بيبقوا مجاميع تسخين، ما بقربش من الفيلير. انا بس كل اللي بعمله ان انا واحده واحده بعود جسمي ان انا هشيل وزن تقيل. دي كانت تقريبا اول مجموعه لعبتها، 4 بلاطات. انا لعبت توتال 3 وركينج سيتس. الرينج بتاعي كان من عدتين ل5، ما بقلش عن كده وما بكترش عن كده لاسباب كتير. والكليب ده بس انا حطيته لمجرد ان ده شخص انا ما اعرفوش في الجيم وبس جه يساعدني. فدي فعلا تبقى حاجه من الحاجات اللي هي الكويسه عامه في اللي هو الكوميونتي بتاع الجيم يعني. ودي تقريبا كانت اخر مجموعه، 5 بلاطات. اعتقد انا لعبت 3 او 4 عدات، انا مش فاكر. واختياري للحركه دي هو ان انا اللي متابعني عارف ان انا ما بعرفش سكوات قوي، فكنت عايز حاجه كومباوند ابدا بيها التمرين. فكان الهيب ثراست ما بيوجعنيش، وفي نفس الوقت شغال على الخلفيات والجلوتس، فده بيدي سبورت حتى لظهري اللي هو اصلا عامل لي شويه مشاكل. بعد كده دي كانت تاني تمرينه بقى، 3 في 10. بقيه التمرينه بقيه الاشكال كلها لعبتها 3 في 10 جيم برو عادي جدا. دي كانت اللونجز. عادة بلعبها وانا ساند على حيطة او ماسك بار او جهاز او اي حاجة، بس عشان يعني دي الحتة كانت فاضية في الجيم ومش عايز اضايق حد، فصورتها لكم كده. دي بتركز اكتر على الاماميات، يعني خلاص بقى لعبنا خلفيات، اغلب التمرين انا بعد كده بحاول اركز على الامامي. ده جهاز بقى هما لسه جايبينه في الجيم، شبه الهاك سكوات، ولو مش موجود عادي لاج بريس. المهم ان انا بختار برضو يعني اي بريس، سواء لاج بريس او هاك سكوات. 3 في 10 برضو، بس هنا بخفف الوزن شوية وببتدي اتحكم في السرعة او في التيمبو بتاع العدة، ان انا ابقى متحكم فيه اكتر. وبدماغي كده بحاول اركز ان انا يبقى العصر او الحركة كلها جاية من الامامي، يعني يبقى هو ده كل تركيزي ان العضله دي هي اللي شغاله. وفي الاخر بخلص بحركتين ايزوليشن. اول واحده كانت للخلفيات اللي هي السيتد دي. لعبت 3 ل10 برضو. هنا ما بتقلش قوي، يعني الوزن لو جبت بيه 12 او 15 مش بتضايق، بس لو عديت 15 لا، ببتدي احس ان كده في مشكله، او يعني كده الوزن بقى خفيف، تعالى نخفف شويه. وبعدين اخر حاجه كان برضو ايزوليشن للاماميات، 3 في 10. نفس الكلام، وصلت ل15 هتقل. والحاجة اللي أنا لعبتها في الآخر اللي أنا ما صورتهاش كانت السمانة. لعبت شكل واحد بس، 3 مجاميع في 10. ده يوم الرجل بتاعي للإصابات اللي عندي وللحاجات اللي أنا عايز أقويها. يلا بقى ندخل بقية الفيديو. وعد الفيديو ده هيغير حياتك، خصوصا لو أنت بتحب الجيم، تعبان من الدايت، او في سن ال16 ما كانش عندك صحاب واكتشفت الجيم جنب بيتكو وبقيت عايش هناك من ساعتها. انت غالبا بتعمل دايت غلط، غالبا بنسبة 95% بتعمل دايت غلط. وانا هقول لك ازاي تعمل دايت. مش هقول لك ازاي تعمل دايت، هقول لك ازاي تخس 20 كيلو دهون من غير ما تتعب في الدايت، او تعمل دايت قوي وفي نفس الوقت من غير ما تلعب كارديو قوي. تعال نبدا بالغلط اللي انت بتعمله. اول حاجه، انت غالبا الطريقه اللي بتعمل بيها دايت هي انك بتشوف الكالوريز بتاعتك فين، اللي هي المينتنس. او ممكن تبقى ما بتعملش كده، بس في جميع الاحوال انت بتاكل اقل من المينتنس، او بتاكل اقل من اللي انت بتاكله. وغالبا بتمنع برضو انواع معينه من الاكل، اصل ده وحش اصل ده حلو. ده غالبا اللي انت بتعمله. وبعدين بتبتدي تلعب كارديو كتير جدا،
لحد ما تكره الفراخ المشويه، وبعدين تكره الكارديو، وبعدين تكره الجيم، وبعدين تتخن تاني. عشان ده غلط، مفيش حد بيعمل كده. تعالى اقول لك بقى فكره احلى شويه. اول حاجه، كان في فيديو قديم انا عملته اسمه هاو تو جيت ا 6 باكس. كان في زي ايكويشن كده، معادله دي بتعرف بيها المينتنس كالوريز بتاعتك ايه. فانا هحطها هنا في مكان ما، واللي عايز يشوف الفيديو فيها تفصيل كامل. المهم انت عملت الحسبه، عرفت ان انت مثلا جسمك محتاج 3000 كالوري. 3000 كالوري دول بيحافظوا على وزنك. خلاص، حط الرقم ده بقى في دماغك واركنه على جنب. هنا بقى هحط لك انا تشارت. الكالوريز دي عامله زي بنزين، فانت بتصرف البنزين ده في اليوم. حلو. وال3000 دول اللي هو اللي عندك، يعني ده اللي انت بتحرقه. حطيت اكتر، جسمك بياخد البنزين الزياده ده ويحوله لدهون لوقت عوزه. عايز تخس، فانت بتاكل او بتدي جسمك اقل من 3000، فيضطر يسحب من المخزون اللي هو الدهون اللي عنده. فالايكويشن اللي هنا دي، او الجراف او البتاع اللي هنا ده، هتلاقي فيه ده الجسمك بيصرف ال 3000 دول في ايه. هتلاقي ان اكبر جزء منه الحته اسمها بي ام ار، مش مهم اسمها، المهم الحته الكبيره دي اسمها بيزك ميتابوليك ريت. ده اللي جسمك بيحرقه وانت قاعد كده ما بتعملش حاجه، عشان بس القلب يدق، الرئه تتنفس، الدنيا تشوف وظائفها، المخ، الجسم اللي هو المعقد البشري ده يشوف وظيفته في الحياه. جسمك بيحرق الحته الكبيره قوي دي من البنزين، والباقي هتلاقي فيه حته صغيره قوي دي اللي هي هنسميها ثيرميك افكتيف فود. بالبلدي هنقول ده الهضم. يعني قصة طويلة كده ليها علاقة بان الطاقة بتتحول حرارة، وجسمك وهو بيحرق الاكل طاقة يعني ما علينا. المهم دي حاجة لا تذكر، مش هناخد بالنا منها. هتلاقي الحتة التانية بقى اللي هي تاني اكبر حتة، او الحتة اللي في النص دي اللي هي الفيزيكال اكتيفيتي. ده اللي هو المجهود البدني اللي انت بتعمله. طب حلو، يعني جسمي بيصرف من ال 3000، بيصرف من البنزين بتاعه، من المخزون بتاعه، في ان هو يفانكشن كبني ادم، والمجهود البدني. طيب ده كلام جميل. تعالى نعمل زوم ان بقى على المجهود البدني ده. يعني تعالى اجيب لك، نمشي الجراف ده، وتعالى اجيب لك جراف تاني. هتلاقي ان احنا عملنا زوم ان على المجهود البدني ده، هنلاقيه برضو متقسم لحاجه اسمها نيت وحاجه اسمها ايت. النيت مش مهم الاسماء برضو عشان متفقين، بس هتلاقي ان النيت ده اللي هو الحته الكبيره من المجهود البدني اللي جسمك بيصرف فيها دهون وكالوريز وبنزين، اللي هي نون اكسرسايز اكتيفيتي. يعني ايه نون اكسرسايز اكتيفيتي؟ يعني المجهود اللي انت بتعمله اللي مش تمرين، يعني مش كارديو، مش حديد. اللي هو زي ايه؟ زي انا بتكلم دلوقتي عمال بخبط بايدي، بهرش في مناخيري، دخلت المطبخ، فتحت التلاجة، طلعت منها مثلا اي حاجة، ما ده مجهود اهو. ده جسمك بيصرف برضو طاقة عشان تحرك جسمك ده. قاعد في امتحان متوتر فبتهز رجليك، ده كله مجهود. الجرس رن قمت فتحت، مجهود. طيب، وفي المجهود التاني بقى اللي هو الايت، ده اللي هو الاكسرسايز اكتيفيتي، اللي هو المجهود اللي جاي من التمرين. اللي هو انت نزلت تلعب كوره، انت نزلت تلعب كارديو، دخلت تشيل حديد، نزلت تعمل يوجا. ده كلها ايه؟ مجهود انت كونشسلي عامله، يعني بوعيك رايح تلعب رياضه. ايه بقى كل فيلم انا بشرح الكلام ده كله ليه؟ عشان تعال اقول لك فكره مختلفه شويه. بدل ما تاخد ال 3000 كالوري بتوعك دول وتشيل منهم 500. ليه 500؟ جرى العرف ان هو 500. تاني حاجة، انت عشان تخس حوالي 1 باوند اللي هو حوالي نص كيلو او 450 جرام في الاسبوع، محتاج تصرف 3500 كالوري في الاسبوع. 3500 على 7 ايام بتوع الاسبوع ب 500 كالوري. فجرى العرف يعني ان هم 500 كالوري. بدل ما تشيلهم من الاكل، طب ما تيجي اقول لك حاجة احلى. ما تيجي نعمل مجهود زيادة ب 500، فتحرق ال 500 وتبقى لسه بتاكل ال 3000. طبعا دلوقتي هيجي حد يقول لي، ما اصل انا مش عايز انزل اجري ساعتين بعد التمرين، ما انا برضو اسهل لي ان انا ما اكلش، اريح لي من ان انا اجري ساعتين عشان احرق ال 500 كالوري في اليوم. كل يوم عايز نجري؟ لا. بص، انا قلت في اول فيديو ان انا هقسمه 3 حتت. فانا قلت ان اول حتة هتكلم فيها عن الاكل. فانت كده المفروض فهمت ان انت هتطلع الايكويشن اللي انا حطيتها، الحسبة دي، وتعرف ايه المينتنس، وهتاكل ات مينتنس. بس كل واحد على حسب وزنه، وعلى حسب هو راجل وست، كل الحاجات دي نركن دي على جنب بقى. لو انت مجتهد زيادة، ممكن المينتنس ده تشيل منه 200 كالوري، انت كده مجتهد يعني. وخلي بالك فرق ال 500 اللي انا سايبهم لك زيادة في الاكل، او ال 300 لو انت قررت تشيل ال 200. خلي بالك ده فرق كبير قوي. انت متخيل انت ممكن تاكل
ايه ب 300 كالوري، مش هقول لك 500، 300. انت عارف ممكن تاكل بطيخ قد ايه؟ ممكن تاكل نص كيلو بطيخ في الحر اللي احنا فيه ده، يمكن اكتر كمان. انت عارف ممكن تاكل شوفان قد ايه ب 300 كالوري؟ انت عارف انت بال 300 كالوري دول لو انت هتنزل تفنفن مع الشباب ممكن تاخد كام درينك؟ 300 كالوري مش قليل، ده اللي انا عايز اقوله. فده كده حته بتاعت الاكل. شت. فانت كده مش بالدايت، ان انت تقريبا بتاكل المينتنس بتاعك. نيجي على الحته اللي هي بتاعت الكارديو اللي مش كارديو، ده الجزء التاني من الفيديو او الحته التانيه اللي انا عايز اتكلم عليها. مش هجريك كل يوم ساعتين، ده مش هيحصل. بس هحط لك هنا كده حسبه تانية، حاجه بسيطه قوي يعني. حد زي انا مثلا طولي 177 سنتي، 77 78. لو حد سألكوا قولوا 180 عشان بس ما نضحكش على نفسنا. 177 ووزني دلوقتي حوالي 92 93 في الحتة دي. انا لو جبت حاجة زي اللي هي الابل واتش دي او اي فيتنس تراكر اللي هي في حاجات بتبقى تشاومي وحاجات كده، اي حاجة بتحسب الخطوات انت بتمشي كام خطوة في اليوم، ان انا لكل 1000 خطوة لحد زيي، وده الجراف مكتوب عليه من 5 6 فيت ل 5 11. 5 6 ده اللي هو تقريبا 170 سنتي، و6 فيت ده اللي هو تقريبا 182 سنتي. فمن 170 ل 180 لو انت وزنك في الارقام دي هتلاقي ان انت الالف خطوة بالنسبة لحد زي بقى 177 وزنه 90 كيلو، هنا فيه هو 91، الالف خطوة بتحرق معايا 50 كالوري. يعني انا لو مشيت 10,000 خطوة كل يوم هحرق 500 كالوري. ده كلام جميل، ده كلام يحترم. يعني انا ب10,000 خطوة في اليوم هحرق ال 500 بتوعي ولسه باكل كتير. يعني خلي بالك من حاجة دلوقتي، انت بتاكل 500 بتاكل ات مينتنس، بس انت بتحرق ال 500 بتوعك عشان بتمشي 10,000 خطوة في اليوم. انت يعني فاهم الكلام ده ايه؟ لو انت مش مجتهد وشلت ال 200، يعني انت لو شلت ال 200 هيبقى بتعمل 700. يعني اللي هو بدل ما انا قاعد ممكن بعد كده ابتدي اعمل الفلوجز وانا بتمشى. اللي عنده كلب هينزل يمشيه، ينزل يمشيه. وانا في الجيم ما بين المجاميع اصلا بطلت ان انا اقعد اريح. يعني لو هريح هقوم اتمشى في الجيم بالراحه، بشم نفسي بالراحه. وحتى لو يا سيدي بعد ده كله وبعد الشغل وبعد كل حاجه لسه ما وصلتش ل 10,000، وانا في الجيم ما فيهاش حاجه لو طلعت على التريدميل 10 دقايق ربع ساعه زياده بس عشان اقفل العشرة بتوعي، 20 دقيقه زياده بتمشى، ما مش هيحصل حاجه. كانهم تسخين، سخن 10 دقايق قبل على التريدميل و10 دقايق بعد. فاهمين؟ فيجي حد يقول لي زي الفيديو اللي فات اللي عملته من فتره اللي هو ما انت كده بتلعب كارديو. لا، ما بتلعبش كارديو. خلي بالك ان لعب الكارديو حاجه تانية. يعني لعب الكارديو حاجه تانية. لعب الكارديو ان انت تقوم وعريت عضله قلبك. كارديو قلب جاي من الكلمه دي، حتى تلاقي دكتور القلب اسمه كارديولوجيست، كارديولوجيست القلب. ولازم الهارت ريت يعلى فيلم كده. فانا مش هدخل في الحته دي عشان تبقى فاهم، والدنيا اسهل وممكن تعملها في اي حته على فكره، يعني مش حوار. فدي اول حاجه كاتبين على وزن ال 91 بحرق 50 كالوري، وعلى ال 82 يعني لما خسيت تقريبا 10 كيلو بحرق 45 كالوري، وعلى ال 73 بحرق 40 كالوري. يعني انت كل ما بتخس كل ما جسمك الخطوات ما انت اقل، فشايل حمولة اقل فجسمك بيحرق اقل. يعني فاهم انا قصدي ايه؟ فده يديك اوبشن من اتنين. الاوبشن الاولاني ان انت بدأت ب 8000 خطوة او 10,000 خطوة، خلينا نقول 10، بدأت ب 10,000 خطوة، ان انت واحدة واحدة هتبتدي مثلا تخلي يعني كل 10 كيلو هتزود شوية، هتزود الفرق، فهتلاقي ان في فرق 5 كالوري. ففرق ال 5 كالوري ده معناته ان انت هتحتاج تمشي حوالي 11 ونص خطوة في اليوم. يعني 11,000 خطوة 11 ونص. تمام؟ فهتلاقي نفسك انت كل يعني شوية هتزود مثلا 1000 ونص او 2000 خطوة زيادة مع كل 10 كيلو بتنزلهم. ممكن تعمل كده، ده اوبشن. الاوبشن التاني وده اللي انا اتكلمت عليه بقى من فترة السنة اللي فاتت في الدايت بتاعي، وده بقى اللي انا ناوي اعمله. الدايت ده من الاول، انا جيت في الاخر دخلت يعني انا المره اللي فاتت كنت بحضر لبطوله وكان عندي ميعاد معين عايز اوصل له، وابتديت اقلل الكالوريز قوي وبلعب كارديو، وبعدين قمت اكتشفت الموضوع ده فبدات ادخله في النص، فالدنيا ملخبطه. انما المره دي انا وانت لسه على البر اهو، انت لسه ما عملتش دايت وانا ما عملتش دايت. ف يعني ايه، من الاول اهو حسبنا الكالوريز سوا، وانا هدخل احسبها دلوقتي. انا لسه يعني بس اعتقد هبقى يعني في حاجه اراوند 2700 2500 مثلا اعتقد يعني، دي الكالوريز. ولسه برضو هنعمل انا وانت الخطوات دي. فدي تاني حاجه. الحاجه التانيه بقى اللي انا عايز اقول لكم عليها ان انت ممكن تجيب فيست زي ده.
طبعا عرفنا شكلي متخلف بس مش مهم يعني. ده فيست ويتد بيتحط فيه اوزان، فانت ممكن كل 10 كيلو تحطهم، تحط جواه 10 كيلو، فيفضل وزنك وانت لابس البتاعه دي 90 كيلو. فافضل ان انا طول الوقت بعمل ايه؟ بعمل 10000 خطوه بس، مش لازم اعمل 12، مش لازم اعمل 14. عشان لو هتكلم بصراحه، لما تبتدي تكسر ال 14000 خطوه الموضوع بيبقى سخيف، مش سخيف بس يعني كتير. انت برضو بتمشي 14000 خطوه في اليوم، تفهمنيش غلط. 10 دوبل جدا، 12 كويس، 14 بدأنا نرخم فاهم، 16 خلاص بقى كده يعني احنا دخلنا في حتة اللي هو الموضوع بقى يعني مجهود انت محتاج تعمله. انا خرجت بره الكادر، استنى. بس فهو ده اللي انا عايز اقوله. فانت ممكن تجيب الفيست ده وتفضل تمشي نفس ال 10000 خطوه. ده معناته ايه؟ معناته ان انا مثلا ممكن اخد الفيست معايا في العربيه، ولو هطلع 10 دقايق 20 دقيقه اخلص شويه تريدميل بعد التمرين هبقى البسه. لو انا شخصيا بتمشى في البيت بمنتهى الامانه، يعني بعد مثلا ما اخلص تمرين باجي البيت بوست ورك اوت ميل، بقعد اتمشى كده واشغل حاجه في التلفزيون وبقعد اتمشى. ده طبعا هيعمل مشكله ان انت هتبقى محتاج تمشي العشرة وانت لابسهم، فمش مهم. يعني حتى مثلا لو انت عندك كلب هيبقى شكلك اهبل وانت ماشي بيه، بس اهو انت فاهم يعني انا بالنسبه لي ده اوبشن اريح بكتير جدا. او لو مش عايز تعمل كده خده معاك الجيم وهتطلع تتمشى على التريدميل. وهل ده اريح؟ طبعا اريح. وهيجي حد يقول لي طب ازاي بقى؟ يعني تعالى نشرح بقى سوا كده فين الراحه. ماشي. اول حاجه ان انت بتاكل اكتر. ده هيفرق معاك في ايه؟ والله هيفرق معاك في حاجات كتير. واحد، ان انت مش هتحس قوي بفكره الحرمان او الجوع المبالغ فيه، ده اول حاجه. تاني حاجه، انت لما بتقلل الاكل قوي، احنا بقى كبتوع بادي بيلدينج والكلام ده، بتقوم ماسك في البروتين وبتقعد تنزل من الدهون الفاتس والكاربز. ده كلام جميل جدا. نتيجة لده كتير قوي هرموناتك بتتأثر، خصوصا لما تشيل من الفاتس، يعني دي حاجة بتفرق. ولما تشيل من الكاربس بتبتدي تحس ان انت طاقتك خلصانه، يعني انت ما انتش قادر. انت فاهم قصدي ايه؟ ممكن برضو اكزامبل اخير عشان اقفل موضوع الاكل ده. هتلاقي مثلا الناس اللي بتلعب يعني لو حد كان متابع كان اسمه ايه، مايكل فيليبس، كان في فتره اللي هو السباح الامريكاني اللي هو كسر كل الارقام العالميه في السباحه في الاولمبيات. الراجل ده بياكل في اليوم تقريبا 7000 او 10000 كالوري. وتشوفه احط صورته هنا، هو تقريبا جسمه ما فيهوش نقطه دهون عشان بيعمل مجهود كبير جدا. وطبعا عشان تبقى فاهم، بس ال 7000 ولا 10000 كالوري مش بياكلهم خضار وفاكهه، لا ده بياكلهم مكرونه وبيتزا، يعني عشان بس نبقى متفقين. يعني هو ما هو بيحرقه بقى، ما هو بينزل يعمل المجهود ده بيحرقه. بس الفكره ان هو عنده الطاقه دي، يعني هو بياكل ده علشان يعني بياكل ده فعنده طاقه فبينزل يحرقه. يعني انما الدايت بيبقى دايما بيقلش منك في ايه؟ انك بتاكل قليل فما عندكش طاقه، هرموناتك بايظه، ونازل تعمل مجهود كبير قوي فبتبقى خلصان مش قادر. دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه لموضوع الكارديو ده، انا بالنسبه لي ده اريح من الكارديو بكتير جدا. واحد، ممكن اعمله في اي حته، ممكن ازاي اتمشى بجد في اي حته يعني عادي مش حوار. اتنين، نفسيا بقى، يعني نفسيا في ناس عندها مشكله مع الكارديو. يعني في ناس بتوصل لمرحله من كتر ما الكارديو عامل لها تروما في حياتها، هي عندها مشكله، هي مش عايزه تلعب كارديو. فان انت ما بتعملش الحوار ده اريح بكتير. تلاتة، انت غصب عنك، خصوصا لو حد مثلا يقوم بيتحرك كتير، شغلته مش مكتب قاعد بي 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 هتلاقي ان انت كتير قوي بيضيع منك في اليوم وانت مش واخد بالك. دي حاجه تانية برضو. اخر حاجه، ودي حاجه برضو مهمه، انا حسيتها قوي السنه اللي فاتت في الدايت، كتر الكارديو الكتير بياخد، يعني بغض النظر نوع الكارديو اللي انت هتلعبه عامل ازاي، هيبقى اغلبه فيه رجلين، بياخد يعني بيعمل تول، يعني بياخد من عضلة الرجلين، بتبقى بجد محتاجة تريكفر. يعني بتوصل لمرحلة مثلا لو كل يوم بلعب 40 ولا 50 دقيقة كارديو، بعد اسبوع التاني او التالت كرهت الكارديو ورجليا مش قادر، يعني خلصان. ده اريح بكتير. الويب سايت اللي عليه بقى الجدول ده اللي فيه بقيه الجداول، الناس اللي اطول من 180 والناس اللي اقل من 170 سنتي والرجاله والستات وكل الاوزان، هحط اللينك بتاعه تحت في البايو عشان تدخل تشوف برضو انت عايز تعمل ايه. يبقى الجداول كلها عندك يعني براحتك. واخر حاجه بقى كنت هتكلم عليه اللي هو التمرين ده، ثالث جزء من الفيديو، وده مش هياخد مننا غير 5 ثواني. واللي هو مش هغير حاجه في التمرين، هفضل اشيل تقيل، هفضل احاول ان انا اكسر اوزان او احافظ على اوزاني،
وتمرينتي هي الحاجه الوحيده بس اللي عاملها مختلفه ان انا في نص التمرين خلصت مجموعه هريح دقيقه دقيقتين 5 هقوم اتمشى. يعني مش لازم اريح وانا قاعد، ممكن اريح وانا بتمشى، مش هيحصل حاجه يعني، بس محتاج قلبي يهدى شويه وهدخل اشيل تاني. ده اللي انا هغيره. هيبقى فيا نفس اكتر فتبقى تماريني لسه انتنس لسه عنيفه. بس فهو ده الفيديو باختصار. اللي ما شافش كل الكلام ده ولا تمرينة الرجل ولا كل الكلام ده وعايز ملخص في دقيقتين، الموضوع هيبدأ كالتالي. اكل، هتحسب الكالوريز بتاعتك، هتسيبها زي ما هي ات مينتننس، بشرط بس انه يبقى مينتننس صح تمام، فما تحسبش الحسبه غلط. اول حاجه لو انت مجتهد قوي ممكن تشيل منهم 200 كالوري، مش هيضروا في حاجه، دي اول حاجه. تاني حاجه اللي هو هيبقى الكارديو او مش الكارديو، هتبتدي تحسب خطواتك تمام. فتعالى نبدا ب 10000 خطوه. وللناس اللي هتشتري الفيست هو مش غالي، موجود على النت، بيوصل لحد باب البيت بالاوزان بكل حاجه. بس هقول لك حاجه اخيره على فكره، انت ممكن في الجدول بقى اللي انا حطيته تزود وزن فتمشي خطوات اقل. انت فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ يعني مثلا لو انا وزني تعال نقول 80 كيلو، وقمت انا اشتريت 20 كيلو فبقى وزني 100 كيلو بالفيست، هحرق في الخطوه 55، يعني في الخطوه الواحده في الألف خطوه قصدي 55 في الجدول اهو. فانا ممكن كده بدل ما امشي 10000 خطوه امشي 8 تقريبا او 8 ونص. دي حاجه انت ممكن تعملها. فخلي بالك دي نقطه بدايه كويسه جدا، يعني ان انت تمشي 10 او 8. طبعا هتبتدي تخس ممكن ما تعرفش تعملهم بوزن جسمك، فهتضطر ترفع الخطوات، يا هتجيب الفيست وساعتها هتلاقي نفسك بتعمل يعني، لو انت مش هتتمشاهم في البيت عايز تتمشاهم في الجيم، هتطلع الترادميل نص ساعة اعتقد هتعمل لك 12000 خطوة. انا اعتقد النص ساعة تعمل 12، فانت ممكن تبدأ ب8 يعني، ديبيندز على انت ناوي تعملها ازاي. انا اديتك كل التولز انك ممكن تعملها، والتمرين هيبقى هو انت مش هتبقى جعان، مش هتبقى اللي هو اللي عمل دايت بيبقى ساعات واصل لمرحلة ان هو تعبان خلقه ضيق مش قادر هيقتل حد، مش هيبقى عندك هوس بالاكل عشان انت بتاكل. ده بالعكس خلي بالك انت، يعني انا في البلك، طبعا البلك اكسبشن، بس قصدي يعني اللي هو بتوصل لمرحله ان انت مش قادر تاكل، ففي ايام ما بتاكل ما بتخلصش الكالوريز بتاعتك عشان ما انا مش قادر، فاهم قصدي ايه، او مش جعان. فدي خلي بالك حاجه كويسه برضو، يعني الى حد ما انك تبقى شبعان، هرموناتك هتفضل زي ما هي، هيبقى فيك طاقه اكتر. انما وانت ما بتاكل 1600 كالوري زي السنه اللي فاتت وقاعد بلعب 40 دقيقه كارديو قبل ما اعمل الموضوع ده، ما كنتش قادر اقوم من على الكنبه. الجرس يرن مش مهم، مش مهم مين مش فاتح مهما كان. فخلي بالك دي حاجات كلها تفرق في كواليتي الحياه عامه، ودي نقطه بدايه بس. يعني انت بعد كده ممكن بقى تبتدي تغير، يعني تعمل اللي انت عايزه، عايز بقى تزود خطوات، عايز تزود وزن، مش عارف ايه بتاع، وصلت لمرحله عايز تشيل شويه من الكالوريز، انت حر يعني، كل ده في ايدك، انت تقدر تعمل كل الحاجات دي. فده الفيديو باختصار شديد، مش عارف المره دي كان اوضح ولا لا، بس انا هقفل الفيديو على كده. لايك شير وكومنت، واللي ما شافش فيديو التستوستيرون يروح يشوفوا الفيديو اللي فات، عشان احنا بالدايت ده هنعرف نحافظ على التستوستيرون بتاعنا مش هيقع، فهتحافظ على العضلات والسترينث بتاعتك، فاوزانك مش هتقع قوي برضو، واخد بالك. بس كده. واللي مش عامل لي فولو روح يعمل لي فولو على الانستجرام، عشان هناك ببوست تمارين كتير قوي وبسأل اسئله على الفيديوهات الجايه اللي انا هعملها. فاللي ما شافش الستوري اللي انا نزلتها النهارده يوم التصوير ده، فهو مش هيشترك في الفيديو الجاي. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.